ذبحها لله. ورد بالك يدخلك الشيطان ويفسد لك كاع العزيمه، ويروح كما يقولوا العوام تاعنا يقولوا يروح الداعي والمدعي. ربما واحد شراها يباهي بها الجيران ويقول لك انا لو كان ماشي ولادي ما نذبحش. الله اكبر. واني شفت الجيران كاع شراو نروح نشري، ولو كان ماشي هكذا ما ابدا معاذ الله. يا اخي تقرا في سوره الانعام قل ان صلاتي زيد ونسكي. واش هو النسك؟ ما هو النسك؟ الصلاة هذه هي الله أكبر سمع الله هذه، ونسكي ذبيحتي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ الجيراني ولا ليراني الناس؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وفي سورة الإنسان قال إنما نطعمكم لوجه الله. الأضحية هذه لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا أعطيناك الكوثر يا محمد، أعطيناك الكوثر فصل لمن؟ فصل لربك وانحر. عندنا من الأنعام ما يذبح وعندنا من الأنعام ما ينحر. فالغنم ولا الظأن من الغنم والمعز هذا يذبح، والبقر يذبح، والإبل تنحر لله سبحانه تبارك وتعالى. طبتم وطاب ممشاكم وجعل الله الجنة متقلبكم ومثواكم. أطيعوا الله والرسول وأكثروا من الأعمال الصالحة. توبوا إلى الله توبة نصوحة. عودوا إلى رشدكم. فكروا في أمركم قبل فوات الأوان. واعلموا أن ما تفعلون من شيء فإن الله به عليم، وقد سجله في صحائف أعمالكم. ويوم القيامة يجد الإنسان ما قدمت يداه، فإن وجد خيرا يقول الحمد لله الذي وفقني لهذا، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الجزائر الآن تعيش هذه الموجة الثالثة من هذا الوباء الخطير اللي راه يدمر في العباد ويأكلهم ماكلة، وإحنا ما لنا حيلة ولا قوة.